مساء الانوار يا استاذ شريف. مساء الانوار يا كابتن مدحت. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا كابتن. دلوقتي اللاعب خلاص رجع نادي الزمالك خلاص؟ لا لا لا. لاعب احنا قلنا على اساس ناخده بطريق شرعي من نادي الزمالك. نعم. واخد بالك حضرتك؟ انا جبت اللاعب النهارده نادي الزمالك واعتذر. تمام. بعدين الكابتن حسن شحاته قال طيب على العموم بس عشان احنا مشغولين بالمباراه والتدريب فيوم الثلاث ان شاء الله اقعد معاك. لك ايوه. طلبت من الكابتن حسن شحاته على اعاده اللاعب لمده 6 اشهر. الكابتن حسن قال لي هو لو كان جالي من الاول انا اساسا ما بقفش ضد اي لاعب تكون جايه له حاجه كويسه. نعم. لكن هو كان سالك طريق غير سليم. فعلى العموم انا زعلان وانا كذا. المهم كابتن حازم اعتذر له والكابتن حسن شحاته قال خلاص ان شاء الله يوم الثلاث لنا جلسه باذن الله. اوكي. الشق ده اللي احنا ماشيين فيها. بس وضع حازم في القائمه الافريقيه بيوحي بامر غير كده. ما احنا رجعنا تاني يعني احنا الفكره احنا كنا ماشيين في سكه زي ما انت عارف يا كابتن. نعم. موضوع ان حازم الضرب الفيصلي وجهزنا الاوراق بتاعته كلها عشان تقدم للاتحاد الدولي الفيفا. وبعدين رئيس النادي قال لي لا يعني عشان طالما بدرت بادره كويسه من الزمالك للحل الودي فقال لي هنوقف الملف دلوقتي ونزلني انا مخصوص على اساس التفاوض مع نادي الزمالك. طيب. قعدت مع المجلس القديم وكنا اوريدي اتفقنا خلاص على الاعاره بتاعته فعلا 6 شهور وشبه التفصيل. لكن الوقت لم يسعف فجاء المجلس الجديد مجلس ممدوح بيه عباس. فطبعا الموضوع دلوقتي اختلف. هو السؤال يا استاذ شريف، هو السؤال اذا انا معلوماتي ان الاستاذ ممدوح عباس لن يوافق على اعارته وفقا لمعلوماتي الشخصيه. اذا ده حصل خلاص يا دار ما دخلك شر وتنتهي الامور؟ لا والله انا كنت نازل على اساس انا بقول اذا اذا كده بقى دي هترجع للنادي الفيصلي السعودي. يعني المهم اللي انا نازل بيها على اساس المهمه للحل الودي مع نادي الزمالك باعاره اللاعب. يعني تعود لاداره النادي اما بصرف النظر عن الموضوع او بتصعيد الامر الاتحاد الدولي والتمسك باللاعب. بالظبط. لان انا لحد كده قدمت اللي عليا وجيت على اساس اعرض الحل الودي معاهم ونتفق فيه. ما اتفقناش يبقى في هذه الحاله هترجع للنادي الفيصلي. يا اما بقى رئيس النادي والمستشارين القانونيين يمشوا في الموضوع الاتجاه بتاع الفيفا او يعني دي حاجه ترجع لهم طبعا. بس انا شايف طبعا يعني ان النادي الفيصلي مش هيفرط في حازم امام بعد السكه اللي هو ماشي فيه. لن يفرط في حازم امام. طبعا. انتوا مضيتوا عقود وفقا اللي حضرتك قلته لي ودفعتوا له داون بيمنت. بالظبط. كل الاشياء دي تمت بس العقود موجوده لسه في مكتب رئيس النادي وقفها مش عايز يصعدها دلوقتي للفيفا لحد ما يشوف النتائج المباحثات بتاعتي والمفاوضات بتاعتي مع مجلس اداره الزمالك الجديد. استاذ شريف مشالي بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. نتمنى ان الامر ده برضو ينتهي على خير لان هذا